دعاء. إذا دعيت هذا الدعاء بعد صيام، قال سيدنا جبريل عليه السلام: دعاء يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. قال: يا محمد، إن صام عبدا من عباد الله، أقوم على قبره ومعي براق من نور، عليه سرج من ياقوت الأحمر، فتقول الملائكة: يا الله، يا إله السماوات والأرض، من هذا العبد؟ فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي، هذا عبد من عبادي قرأ هذا الدعاء مرة واحدة في حياته. فيناجي منادي: اصدفوه إلى جوار سيدنا الخليل إبراهيم وجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال الله عز وجل: ما من عبد قرأ هذا الدعاء إلا غفرت له، وإن كانت ذنوبه مثل الرمل والحصى وقطر الأمطار ووزن الجبال وعدد ريش الطيور وعدد الخلائق الأحياء منهم والأموات وعدد الوحوش والدواب، وإن كتب الإنس والجن والملائكة والخلق الأولين والآخرين، سبحان الله، لكثرة الأقلام، لا يقدرون على حصر هذا الثواب. الدعاء لله عز وجل: لا إله إلا الله الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آباؤنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله الملك، الملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بيده الخير وإليه النصير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ادعوا هذا الدعاء بعد صيام ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شير عشان يستفيد الغير. دمتم بخير.